المغرب الفضيحة الكحلة هي عملنا الحزاب. لو كان سيرنا المغرب لا حزاب لو كان يمكن يوصل، ولكن الهيئات السياسية اللي وصل للحكم تخصو يلزم راسو. بحال حق الانتخابات عندكم تقولوا راه نازيها، راه بالفلوس يشريوا الأصوات، الو جمعوا الفلوس باش تعمل الانتخاب، باش تقول تنمثل الشعب. ولهذا هذا هي الحقيقة. عليها تنقول لكم يلا نشوفوا ما نديروا من هنا لقدام، ولكن عندنا التجربة القديمة. كل واحد فينا يمكن عنده عيوبه وعنده محاسنه، ولكن خصنا نتلاقاو على وحده، المحبة ديال البلاد. واش مازالين تنحبوا بلادنا كما كنا تنحبوها بكري، باش الواحد يمثل يعطي روحه باش يبقى الشرف ديال البلاد، او لا؟ هذا هو السؤال الوحيد اللي يمكن نطرحوه. واش فينا لا من الكبار ديالنا اللي عملوا التجارب ديالهم مزيانه ولا خايبه؟ ولكن اليوم راه عملوا التجارب. اللي سرق راه عرف راسو سرق، اللي خطف راه عرف راسو تخطف، اللي غدر راه عرف راسو غدر. ولكن بركه خلاص البلاد خصنا نبنيوها. باش تبني البلاد خص تبنيها بالشباب ديالها، بالناس ديالها، بالاساتذه ديالها. انا من نهار تنمشي للونيفرسيتي الحمد لله تنصيب الناس باغيين يديروا، بغاو يعملوا، ولكن مع من؟ مع الحزاب. مع الحزاب ما عندهم بيدهم ما يديروا. لكن ما يديروا الحزاب. في واحد الوقت كانوا الحزاب كانوا تأثروا، اليوم ما بقاش تأثير، ما بقاش. سي في نيسا ما بقاو يأثروا لا في الشعب ولا على التسيير ديال البلاد. والحمد لله عندنا الملك ديالنا اللي تيتسارى. لو كان الملك ما تيتسارى في البلاد ما اخوات. اما باش نقولوا كاينه الديمقراطيه راه عيب علينا نقولوها. كاين الناس ديال برا والو مرميين وراهم تيفسدوا النت، تتهضروا على تونس. الله لا يجعلنا نرجعوا لهذيك الحاله، ولكن باش ما نكونوش في هذيك الحاله خصنا من اليوم، من البارح، من اليوم وغدا نخموا في المستقبل ديال بلادنا. اما نهضروا على التجارب السياسيه راكم انتم تتعرفوها، راكم ملاحظين وعارفين المزيان مزيان والخايب الخايب واللي شبعان شبعان واللي جيعان جيعان، راكم عارفينها. ماشي في واحد الوقت نقولوا سياسه تقشف باش تيجابوا الاخرين تيقولوا واحد ياكل واحد يشوف. ولهذا خصنا بركه خلاص نبداو خطوه اخرى بشعبنا بحزابنا بكل شيء ديالنا. لا ما كاينش واحد اللي احسن من الاخر.